الجواز بيقتل الحب. انت بتقولي لي برافو عليكي، حبي بس ما تتجوزيش. بصي، هو الجواز عبارة عن ايه؟ رضا وقبول وإشهار، صح؟ كل الأجانب اللي أنا شفتهم أو أغلبهم عايشين بالطريقة دي. بيبقى ليهم علاقة ببعض وعايشين مع بعض، وممكن يخلفوا كمان من غير ما يروحوا الكنيسة أو يجيبوا مأذون، أو يعني مبقاش في عقد جواز. ففي نقاش دار كده. فقالت لي واحدة، قالت لي آه، احنا بنحقق كل شروط الجواز بالطريقة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية، وهي إن احنا بنعيش مع بعض. وكل الناس شايفة وعارفة إن احنا عايشين مع بعض. فده ما بيبقاش علاقة غير شرعية يعني. وعرفت منها كمان ان نابليون لما جه مصر هو اللي عمل او اقترح ان نكتب عقد الجواز. ما كانش في حاجة زمان اسمها مأذون. كانوا الناس بتقعد مع بعض، وانا عايزة اتجوز بنتك، جوزتك بنتك كده قدام الناس واشاره وبس كده. وفي ناس لغاية دلوقتي كده ما بيكتبوش كتاب عند المأذون غير لما بيخلفوا أطفال، وعشان شهادة الميلاد وكده. فإذا كنت انت بتكلميني على أساس إن الجواز الحرية أفضل يعني من الجواز، فهو الجواز عقد بيتكتب بين اتنين. أنا شايفاه مشروع فاشل. لأن احنا مش بيوت ولا عمارات ولا عربيات ولا محلات ولا حاجة نمتلكها يعني. عموما ما فيش حد بيمتلك حاجة، لأن احنا بنسيب الدنيا ايدينا فاضية يعني. لا نمتلك شيء، لا نمتلك أي شيء. فالجواز المبني على المودة والرحمة، وإن أنا عايزة أتجوز الإنسان ده، أو هو عايز يتجوز الإنسانة دي عشان يكملوا حياتهم مع بعض. مش هو ده اللي بيربطهم ببعض. الورقة دي ساعات بتبقى خانقة. هي بتعتقد ان هي امتلكته، فكل شوية بتتصل بيه وتراقبه وتشوفه راح فين، وهو يتخنق، يبقى مش عايز يروح البيت وعايز يقعد مع اصحابه. انا شايفة ان الجواز لو رجعنا لو رجعنا للطريقة البدائية هيبقى افضل بكتير. يعني الاهل يبقوا عارفين، والجيران والناس كلها عارفين ان دول متجوزين، وعندهم الحرية ان هم ممكن يسيبوا بعض في اي وقت. بس يا ريت لو انا مش واثقه من نفسي قوي، بلاش الفرحه الغامره في اول الجواز ونخلف بسرعه ونجيب اطفال نظلمهم معانا. ده رايي ومعتقداتي، فمش عارفه صح ولا لأ.